الشيء الثاني، فليس من الممكن أن نقبل أن تطعنون أنتم في كتبكم المزيفة بحبيب قلوبنا ونبينا وتنكرون علينا أن نطعن في أصحابه. وبعدين احنا يعني إذا نطعن عندنا مصادر، عندنا أدلة، لكن أنتم تطعنون هكذا ولا تراجعون الروايات التي في كتبكم، ولكن هو كل ما تريدون أن تدلسوا وتكذبوا علينا وتخلقوا الروايات الكاذبة وتدعونها في كتبنا. اليوم إن شاء الله سوف أبين لكم عدة روايات وأريد الإجابة عليها، فإن من حقي أيضا أن أسألكم لماذا تطعنون في رسول الله فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأرجو الإجابة منكم. ومن يريد أن يشتم ويتكلم بكلام بذيء فليس المطلوب منه أن يدخل على هذا المشهد ولا حتى ينعزف عليه. نبدأ باسمه تعالى. في كتاب سنن الدارمي المقدمة ما أكرم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بركة طعامه. أخبرنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن الأسود عن نبيح العنزي. هذا ما ذلكم كذا من كون العنزي. المهم عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عليه وحاشاه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ليقاتلهم. ونختصر الحديث. وقال: بسم الله كلوا، فأكلوا حتى شبعوا وفضل منها لحم كثير. وقال الله: إن مجلس بني سلمة لينظرون إليهم وهو أحب إليهم من أعينهم ويقامونه مخافة أن يؤذوه. ثم قام وقام أصحابه فخرجوا بين يديه وكان يقول: خلوا ظهري للملائكة. قال: فاتبعتم حتى بلغت سقفة الباب فأخرجت امرأتي صدرها وكانت ستيرة، فقالت: يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. طيب التعليق شنو؟ فأخرجت امرأتي صدرها، يعني الموضوع واضح. فهل تقولون يعني ما أعتقد أن فيها عقل يقبل. نشوف الرواية الثانية وأيضا أبي جواب عليها. وطبعا الرواية التي رويتها قبل قليل من كتاب سنن الدارمي لا أجد لها إلا تفسيرا واحدا، هي يذكر من الروايات التي وضعوها الأمية عليهم لعنة الله. الرواية الثانية من كتاب سيرة ابن هشام الجزء الثاني في باب إسلام أبي سفيان بن الحارث عليه لعنة الله. ما رواه قال ابن إسحاق: وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك. قال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال بمكة ما قال. طيب أعتقد أنتم فهمتوا كلمة أما ابن عمي فهتك عرضي. نبي تفسير لها يا أهل السنة. ليش تقولون أحب الرسول؟ شو تفسيركم حق المسألة هذه؟ وإن شاء الله سنرى أيضا روايات أخرى ونسأل من المؤمنين الدعاء لنا بالتوفيق والنصر إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين.